السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، ايا كان بتشوفوا الفيديو امتى وعرفوني. بحبكم جدا وبتوحشوني. اولا كده اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوفوا القناه فعلى حاله زر الجرس على الكل، دوس السبسكرايب، الاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. عشاق اللون، نقول ايه بس، البربر ايا كان بقى، بتحبي كشمير بدرجاته، بتحبيه بقى بالوانه. شوفي النهارده عامله لكم ديكور حلو وعايزه اقول ان الفتره الاخيره بدات فراولاتي يطلبوا مني، يعني المره الجايه لولي يبقى مثلا فنجان القهوه بتاعنا الصبح ده كده باللون الكذا. يعني بداوا فراولاتي يطلبوا مني ده فعلا يعني. وعلى فكره فعلا نفذت كذا حاجه، حد قال لي عليها كذا لون، يعني قالوا لي اللون الاخضر وعملت لهم، وطلبوا مني برضو اللون البربر. فطبعا فراولاتي ده يأمروا. بس بحبكم جدا 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 وبتوحشوني قوي قوي قوي. طبعا من اخر فيديو كان من حوالي يومين او 3 ايام ما اتكلمناش او ما نزلتش حاجه، كنت بنزل لكم بس الشورتس اللي هي بتاعه القهوه وبس، صح. النهارده ان شاء الله الفيديو زي ما انتم شايفين او شايفنا مع بعض في المقتطفات. صوت السعادة، بحب ان انتوا تسمعوا معايا صوت المكنة القهوة، رغم ان انا عشان بس فاتحة الشباك فتلاقوا بقى صوت الشارع ظاهر جدا، لان انا في دور عالي، فتلاقي اقل حاجة في الشارع، انا دور عالي جدا جدا فوق ما انتوا تتخيلوا، فتلاقوا الصوت فظيع يعني. هنبدأ يومنا كده، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل طبعا الفرائض بتاعتنا. وطبعا دلوقتي كده يعني بقى لي فترة ما انتخب اصحى متأخر، فبيبقى كل حاجه عندي متاخره، يعني بميعاد متاخر، اللي هو مثلا بيبقى بفطر متاخر، بعد كده القهوه برضو بتبقى متاخر، ابدا في الغدا بعدها بفتره. ويعني بصراحه نظام يعني حدث ولا حرج، يعني ما بحبوش خالص خالص على فكره يا بنات. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا في حته ان في تحسي كده، انا قلت لكم ان انا حاسه كده ان شهر 7 وشهر 8 تحس ان ايه، اعطاء كل ذي حق حقه، يعني تحس ان هي حاله تمحيص كده، كل حد ظلم حد، بيبدا كده في حته استرداد حقوق. يعني الناس الظالمه والناس الكذابه، الناس المنافقه بتبان وبتظهر وبتطلع على السطح كده، ومش بس كده مجرد ان هي مثلا زي هي مثلا ادعت على حد بالكذب والافتراء وبس، لا ده تحس ان هي على رؤوس الاشهاد، تحس ان الموضوع لا ده بيبقى كمان شبيه بالفضيحه وما الى ذلك. كنت قرأت بوست على شوفوا بقى الدلعكم والله العظيم مش عارفه اعمل ايه في نفسي والله بحبكم جدا. كنت قرأت كده على الفيسبوك، كان قالك من نشر عنك بالكذب يعني فيما معناه ان هو هيبان بقى بس بالحقيقه بقى، يعني هو اللي افترى عليك بالكذب ده وقال عليك حاجات بالكذب، ربنا هي يعني هيبقى فيه سبحان الله نفس الكيد بس على ملء الاشهاد، ويعني قدام الناس كلها على الملأ. يعني ده ممكن يكون كان كدلك كده في غرف مغلقة، لا ده هيبقى بعد كده على رؤوس الاشهاد، وده حقوق يعني، واحنا عارفين الكلام ده ان في دين تدان والكلام ده كله. النهارده ويمكن ما كملتلكوش في بداية الفيديو، هنتكلم او هنعمل مع بعض روتين حلو قوي، وازاي كان في ناس كتير على فكرة ده بيبسي كده خارج المقاطعة، ما اسموش بيبسي اصلا، ليه اسم تاني بس الولاد اللي عارفينه. ف هنعمل روتين حلو تشجيعي جدا 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 جدا. شوفوا شكل بقى الدوناتس الحلوة مع المنظر بتاعي بقى، الترتيب والتقديم. بشكر كل الفراولات اللي بتتفاعل معايا على الفيديوهات بجد، والله عارفة كل حد بيعمل كل حاجة، فجزاكم الله خير عني. وبخصوصا بوجه الشكر بجد للفراولات اللي ما بتلاقي مثلا كومنت كده في استظراف، في سخافة، في حاجات من الحاجات دي. على فكرة انا اصلا عاملة خاصية كده في عندي في القناة، في بعض الكلمات كده انا مختارها اللي هي ايه، ما توصلنيش اصلا التعليقات لا انا ولا فراولات يشوفوها، فانا مختار كام كلمات كده فما بتوصلنيش، فاللي يلاقي نفسه عمل تعليق سخيف وما وصلنيش وما لقانيش لا رديت عليه، ويشوف نفسه لسه تعليقك موجود، فاعرف ان انت تعليقك مش متشاف اصلا. واكبر دليل على الكلام ده، هتخشوا من اي اكونت تاني هتلاقي تعليقكم موجود، انتوا شايفينه انتوا، او قصدي مش هتلاقوه اصلا، بس انتوا الوحيد اللي هتبقوا شايفينه بس، ونريح دماغنا.
بجد بشكر الفراولات والناس اللي بترد بنيابة عني، وبشكر الفراولايه اللي قالت اللي فاهمه. يعني بحب الناس اللي فاهمه قوي قوي، يعني ما تخلونيش اتكلم كتير ولا اي حاجه، الناس فاهمه فبيتكلموا بلسان حالي انا، وفاهمين كويس قوي. فانا بصراحه الناس الفاهمه دي مريحه بجد والله. يعني تحس كده اصلا في فاضه كده، تحس ان في ناس فاضيه بجد والله، وفي ناس كويسه وناس بتفهم. يعني عادي هنفضل في وسط الناس ومن هنا لهنا لغايه لقيام الساعه تقريبا. ده حاجه يعني زي ما تقولوا ايه كده، حاجه في البشريه يعني مسلم بيها، يعني دي موجوده. النهارده هنتكلم على ديكور الغرفه. إيه عارفه ان في حد هيبقى مستغرب والله، وانا انا كبهير انبهرت، انا كليلى مستغربه والله. قعدت اقول ايه، ابص لها كده الملايه دي كل مره اقول احطها. عايزه اقول لكم الملايه دي كانت والله العظيم الطقم ده كان غالي تركي، خامه مش قادره اوصف لك خامه القطن عامله ازاي، جباره اللهم بارك، حلوه. وعندي من سنين زي ما انتم عارفين طبعي واسلوبي ان انا عندي الحاجه من سنين. انا نادر ان انا ادوب حاجه، يعني حاجتي ما بتدوبش، حافظه عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل شويه طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اللي هم الحاجه الفاتحه والساده، فان انا احط حاجه مشجره عايزه اقول لك ان انا بفرش بضحكوا بفرش الملايه وببص لها بقول لها يلا بقى عشان تتشالي، بالله عليك ايه يعني اتبهدلي بسرعه يلا عشان ازهق منك وتتشالي. يعني مش بحب، يعني هو دي حاجه غصب عني، مش بحب الحاجه المشجره قوي. رغم ان هي على فكره عشان تبقي عارفه هي مش المشجر اللي بالك فيه، يعني هي مشجره كيوت وشيك وقمر وكل شيء، بس انا بحب الحاجه الساده الهاديه خالص. مش عارفه ايه، عايزه اقول لكم والله العظيم الوانها تحفه، وواثقه ان انتوا دلوقتي حد هيقول تحت والله يا ليلى في منتهى الروعه وتحفه. منظر الورود اللي فيها مش اوفر، يعني مش اللي هو الاوفر، حتى من جنب جايه كده بفرنشه خفيفه فيها اللون الجراي، فهي شياكه. لا فيها البيبي اللي هو البيبي بينك مع اللون ده اللي هو بتاع الفرع ده، اللون ايه؟ بصوا بنات، ما تقدريش تقولي فوشيا وما تقدريش تقولي وردي، لون قمر قوي بجد بجد بجد. يعني عارفين لو عاملين منه درجه ليب جلوس هتبقى تحفه قوي. خلاص طبعا انا بجهز الترابيزه ايكيا عشان نحط ايه، يعني نشوف هنحط ايه. طبعا هلمع كده على فكره، هي عشان انا من النوع اللي بحب افتح هوي، ده طبيعتي، واحب اشم الهواء واشم كل حاجه يعني طبيعيه. فتلاقي بعض الاتربه، يعني تلاقي دي معلش كنا عاملينها مع بعض، بس برضه هتلاقي عليها تراب تاني مفيش مشكله. لما التلميعه خفيفه واستنيت بس لما تنشف احط بقى الكتاب الديكور. جاني سؤال، ممكن اسال سؤال، انت عندك كتب ديكور كتير ليه؟ يعني هو السؤال رادد بالاجابه. يعني عندي كتب ديكور كتير عشان لما اعمل ديكور ابدل فيهم في تبديل الالوان، تمام؟ وهم مش كتير ولا حاجه، بالعكس ده انا عايزه اجيب اكتر من كده، يعني مش كتير خالص. ده هم حوالي استني كام ابص، مش عارفه يعني واحد ما يجوش مثلا 6 7 مثلا، ما جابوش ال10 مثلا، ودول قليلين. انا بالنسبه لي لو تيجي تساليني قليلين جدا، لان يمكن تابع قناتي هنا عارف ان انا بعمل ديكورات كتير، وبحب الحاجه تبقى فيها الوان متناسقه راحه نفسيه. طب يا ليلى انت بتعملي كده يعني مثلا عشان بتصوري في القناه؟ لا خالص، انا من قبل كده وانا بحب حته الديكورات دي، تنسيق الالوان قوي قوي. دي كتب الديكور، يعني 1 2 3 4 وهناك قولي 3 و4 وهنا يعني بتاع 10 او 12 مش عارفه والله تتخيلي ما عديتهمش. وعلى فكره ده انا فكرتيني بكلمه، انا كنت بتفرج على ديكور ليا ايام ما كنت في كومباوند بورسعيد، فكنت قلت الديكور ده كان محتاج كتاب ديكور بلون كذا، وقلت لو لقيته هجيب، لان مشكلتي ان انا مكسله قوي وعايزه انزل بجد والله، عايزه انزل كده اجيب حاجات جديده او كده. فالله المستعان الفتره الجايه ان شاء الله اقدم لكم حاجات حلوه وجميله هتنبسطوا ان شاء الله. فده كان رد على سؤال كتاب الديكور. هما مش كتير بالنسبه لي انا كيوتيوبر، كواحده في الديكوريشن، فاكيد هيبقى كده. يعني انا شايفه ان ده العادي او كمان اقل من العادي، المفروض يبقى عندي اكتر من كده، لان بغير على طول في الديكورات كتير وفي الوان. وبعدين انا مش بحب احط لون مش مناسب، فاهماني؟ ودي في طبيعتي، سواء بقى عندي قناه ما عنديش قناه، دي طبيعتي. انا بحب اغير على طول وبزهق من نوع الملوله، يعني بعمل ديكور من هنا وخلاص تاني يوم تالت يوم خلاص عايزه اشيله بقى، بزهق. فحاجات دي بتفرق. طب ليه بعمل كده او كده؟ حاجات يعني انا يعني اسمها ايه، مش عارفه افهمها لك ازاي. الحاجه اللي بحبها في كده بنبسط بكده، يعني اخر اليوم. يعني انا بالنسبه لي كان اليوم ده اليوم ده اصلا كان امبارح. فانا بالنسبه لي
كده بعد ما خلصت وتعبت بقى، انا تعبت محتاجه ان انا اقعد ابص على الغرفه او المكان اللي انا بعمله، سواء غرفه سواء ريسبشن سواء المطبخ، ابص الاقي حاجه شكلها حلو يا جماعه، ما من حقي، شايفه ان ده من حقي لان انا تعبت. فلازم اخر ما اقعد كده اشرب القهوه بتاعتي، اشرب النسكافيه، هاكل حاجه كويسه، ايا كان الحاجه اللي انا هعملها، المهم ان انا من حقي اشوف منظر حلو. ما بحبش خالص 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 حته الكلفت ويلا ملايه يلا نحط معرفش ايه. ما يمكن كمان انتوا عارفين طبعا ان انا ما بحبش احط حاجات فوق السرير حتى ايام الشتاء، لا الحفه ولا الكلام ده، ما اعرفش، بحب الحاجه تبقى حلوه يعني، بحب الحاجه عينيا تبقى مرتاحه. ما هو كمان بصوا، وكمان انا بنزل بس ما يعتبرش الكتير يعني، مش النزول اللي هو الاوفر يعني، مش كل يوم بنزل. فبرضو من حقي ان انا شايفه ان انا وانا قاعده في البيت ابقى مبسوطه. الوقت اللي انا هقضيه في البيت لازم اعرف اسعد نفسي، وده من اسباب ان انت تعرفي تسعدي نفسك كويس قوي جدا جدا يعني. ببقى شايفه ان الانسان ما بيعرفش يسعد نفسه، والله لو اجتمعوا الناس كلها حوالين انهم يسعدوه مش هيعرفوا يسعدوه. وهو اصلا ما بحبش الشخص اللي بينتظر السعاده من الاخرين، ده لا ده مش في قاموسي خالص. معلش انا في قاموسي اسعد نفسك بنفسك، فاهمه حاجه؟ لكن انا استنى حد يسعدني او ان حد يعمل لي حاجه، لا لا خالص. انا بقوم اقدم نفسي، انا بحب نفسي وبحب اسعد نفسي. وبعرف على فكره، عايزه اقولك ان لما حد بيسعدني، لما اسمح، شوف الكلمه، لما اسمح ان حد خارجي عني يسعدني، شخص اخر يسعدني، انا اللي بسمح له، انا اللي بسمح له وجوده في دايرتي، ان انا بسمح لك تسعدني. تمام؟ لان ببقى شايفه ان انا بمنح السعاده لنفسي قوي يعني. بصوا يا جماعه، والله العظيم الحاجه دي حاجه مهمه جدا بجد. لما تعرفي تمنحي لنفسك السعاده، تيجي تبصي تلاقي الناس حواليكي بقى حبايبك، يعني حبايبك اللي حواليكي اما يجوا يدوكي سعاده اللي انت بتسمحي لهم بيها، ماشي انا اسمح لكم تدوني سعاده معينه، بتبقي انت اصلا مكتفيه جوه، ده انت مليانه خلاص، فول يعني، مليانه قوي، فانت سعيده بما فيه الكفايه. بس مفيش مشكله تسمحي للاشخاص حواليك اللي بيحبوكي يسعدوكوا اكتر كمان، مفيش مشكله، فاهمه؟ طب لو مفيش حد حواليك يسعدك، فطبعا انت مليانه من الاول، ما ولا مش هتحسي بحاجه. فهنا الفرق بين احنا قلنا طبعا، اتكلمنا الكلام ده كتير في العلاقات، وقلنا الخزانات المليانه ما حلو، جميل ان انت يبقى فيه كمان امتلاء اكتر، ما فيش مشكله. طب لو ما فيش امتلاء، خلاص انت مليانه بما فيه الكفايه، ما تتاثريش، فاهماني؟ فكده يعني حاولوا يكون ده منهجكم في الحياه وفي العلاقات كلها. بصراحه هترتاحوا يعني، هترتاحوا، هتفكوا كتير من التعلق المرضي، وهتحس ان انت مش لوحدك، هتحس ان انت مش فاضيه، مش محتاجه اشخاص معينه. لو الاشخاص دول مش موجود خلاص انا مش مكتمله، هبل هبل والله هبل يعني. حاولي تملي الفضا ده كده بالله سبحانه وتعالى، ثم بنفسك يعني، فاهماني؟ عايزه اقول لك، انا جيت في فتره كان كل اللي حواليا بيحاولوا يساعدوني وانا مش حاسه بسعاده يعني. انا اللي مش مديه لنفسي السعاده، انا مش مديها لليلى. فلو هم عملوا ايه، لو اتنططوا، ما فيش، انا مش مديها لنفسي، مش سامحه لنفسي بكده خلاص. وبأقل أقل أقل حاجة أقل حاجة أقل حاجة بسمح بيها أو بحسها، خلاص بتتقدم لي، مفيش مشكلة. فهمتي؟ هو والله العظيم السر كله في علاقتك بربنا أولا، ثم علاقتك بنفسك. طريقة حبك لنفسك، طريقة استحقاقك اللي بترفعيها في المعاملة لنفسك، بتخلي على فكرة لا إرادي، عشان تبقي انت عارفة، لا ارادي، انك بتخلي اللي حواليك يتعاملوا معاكي بنفس الطريقه اللي انت بتعاملي بيها نفسك. لو عملت لنفسك باستحقاق عالي، بس بجد، مش اللي هو انا استحقاق عالي كلمه تقوليها وانت من جوه مهزوزه غلط، ولا الهوا ولا الهوا، بجد حاسه من جوه ان انت فعلا استحقاق عالي بجد بجد. هتبص تلاقي نفسك الناس حواليكي يعني مش قادره اقولك تستميت ان هي ترضيكي، وتستميت ان هي تساعدك، وبدون ادنى مجهود منك، وانت ما عليكي غير انك تستقبلي الاشياء الحلوه المعموله لك وكده وتمام. عشان من باب الشكر والامتنان بتعطي الاشياء الحلوه الجميله دي، بتعطيها تاني، اللي هو قانون العطاء، الاخذ والعطاء. فما بتفعلي بتبقى الدنيا معاكي زي الفل، الدنيا معاكي جميله. وطول ما انت حاسه بكل حاجه حلوه الاول بدايه عندك انت، تحسيها حواليكي. لو حاسه بالخوف حواليكي، كل حاجه حواليك هتبقى بتدعي الخوف. لو حاسه بالقلق، كل حاجه حواليك هتدعي على القلق. لو حاسه بالطمأنينه، كل حاجه حواليكي هتبصي تلاقيها بتديكي شعور الطمأنينه. لو حاسه بالامتنان كده، فاهم؟ كل احساس بتطلعيه بيرجع لك هو بل اضعاف كمان.
لو حاسه بالامتنان لله بالحمد والشكر هتبص تلاقي جايلك نفس الاحساس. لو حاسه بالسخط هتلاقي نفس الاحساس. فاتمنى تكونوا سعداء واشوفكم الفيديو الجاي اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.